السلام عليكم. هذه هي التشكيلة التي سيخوض بها المنتخب المغربي كأس إفريقيا بالكوت ديفوار إن شاء الله. بالنسبة لحراسة المرمى كما هو متعود دائما، الحارس الرسمي هو ياسين بونو. وبالنسبة لخط الدفاع يتكون من قلبي دفاع وهما نايف أجرد وغانم سايس. أما بالنسبة للأظهرة فكما هو متعود دائما، رسميا حكيمي، ومن الجهة المقابلة يوجد اللاعب مزراوي. بالنسبة لخط الوسط، الخط الوسط الدفاعي يترأسه اللاعب أمرابط. أما بالنسبة لخطي الوسط الهجوميين فيتكونان من أملاح وعز الدين أناحي. وبالنسبة لخط الهجوم فدائما رأس الحربة الأسطورة النصيري. وبالنسبة للأجنحة فكما هو معروف دائما زياش. وفي الجهة الأخرى قد تكون منافسة بين الزازولي واللاعب بوفال.